السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض جلاش بالمهلبية او بالكريمة. بنقول بقى مكشكشة مكرمشة، هو شكل كده بس، لكن هو نفس الجلاش بالكريمة. طريقته سهلة هتعجبكم جدا. بسيط، حاجة حلوة بقى موجودة في البيت ونقدر نعملها في اي وقت. شوفوا معانا الطريقة. زي ما انتم شايفين كده انا مجهزه. هعمل السكر الاول اللي هو الشربات، كوبايتين من السكر. بس عايزه اقول لكم ان هو النص كيلو من الجلاش بياخد كوبايه واحده من السكر وعليها نص كوبايه ميه. وعصره ليمون، وضفت معلقه عسل. بس ده انا عامله في الفيديو 2 كوب من السكر وكوبايه ميه ومعلقتين عسل، وهحطهم على النار. طبعا انا كان عندي الجلاش ده في الفريزر. طبعا هعمله، مش هرميه طبعا، حتى لو هو مكسر هقدر اتصرف فيه واقدر اعمله حاجه حلوه موجوده في البيت. سهله وبسيطه جدا. طبعا هفرده كده وابدا بقى اتعامل معاه. هجيب الصينيه بتاعتي. هضيف لها سمنه بلدي. جلاش لازم يبقى فيه سمنه بلدي معلقه من الزيت عشان الجلاش يخرج مقرمش. هدهن طبعا الصينيه كويس جدا بكميه من السمنه. وبعد كده بقى ابدا افرد الطبقات كده، وما بين كل طبقه من الجلاش اضيف سمنه وزيت او الماده الدهنيه. طبعا حتى لو الجلاش مكسر نقدر ان احنا ممكن نقطعه ونضيف نص تحت ونص فوق. بس طبعا هو كان الى حد ما كان كويس معقول، يعني ما كانش بايظ خالص. زي ما انتم شايفين اهو، ببدا ان انا افرده كده. عايزه اقول لكم لو وصلتوا للفيديو لغايه هنا يا ريت تعملوا لايك واشتراك للقناه وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. طبعا هبدا افرد فيه كده كويس جدا لغايه اما اخلص نص الكميه. وهروح اشوف السكر. زي ما انتم شايفين كده السكر بدا يغلي وبدا يعمل رغوه. هو بقاله كده حوالي 5 دقايق على النار لغايه ما فردت نص الجلاش. هبدا بقى ان انا اعصر له عصره الليمون، وبحط له برده نقطه فانيليا بس هي ما جاتش في الفيديو. بس خلاص نرجع بقى هنا للجلاش. طبعا بعد ما خلصته هاجي نعمل الكريمه بتاعته. عايزه اقول لكم ان انا الكريمه عمري ما بحط في لا كريمه الكنافه ولا الجلاش سكر خالص. طبعا هعمل كوبايتين من الحليب، كوبايتين مليانين يعني، هضيفهم. وهضيف لهم معلقتين برضو مليانين من النشا عشان يبقى تقيل كده ونلفه كويس. طبعا ممكن نضيف هنا بقى للمهلبية دي او الكريمة، نضيف لها مثلا سمنة بلدي، نضيف لها زبدة. هنشوف دلوقتي. انا ضفت معلقتين زي ما قلت لكم من النشا، بس مش هضيف اكتر من كده، يعني كوبايتين من الحليب عليهم معلقتين مليانين من النشا، وهحطهم بقى على نار هاديه كده. وطبعا افضل اقلب فيهم، ما اسيبش النار خالص عشان خاطر لما تتقل ما تكلكعش معايا. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا ما ضفت السكر، لان انا هعتمد على السكر الشربات اللي انا هسقيه للجلاش. هقلب كده كويس زي ما انتم شايفين كده هي بدأت تتقل اهي. في الاخر خالص هضيف لها معلقه من السمنه البلدي او مكعب من الزبده. عايزه اقول لكم بيدي طعم حلو جدا. ولو عندنا قشطه طبعا يا ريت. طبعا انا ضفت معلقه قشطه برضو، هي كانت عندي ضفتها. ممكن وش اللبن عادي مفيش مشكله. ممكن نضيف حاجات تانية ان شاء الله بقول لكم عليها في فيديوهات تانية. وهضيف كمان طبعا هي بدات تبقبق بقى كده قدامنا اهي. خلاص هي كده ما شاء الله دخلت في السوا. هضيف لها بقى هنا مكعبين من الشوكولاته البيضاء. بتديها طعم حلو جدا جدا، وبتديها دسامه. زي ما انتم شايفين كده هديها انزل بقى مكعبات الشوكولاته واسيبها تسيح، وارجع تاني للجلاش. طبعا هنزلها بقى على الجلاش كده على طول. شايفين التقل بتاعها؟ انا عايزاه التقل ده. وهبدا بقى افردها في الصينيه كده سهله جدا وانا بفردها. ايه، حاجه حلوه موجوده في البيت ومش مكلفه وفي اي وقت بنعملها. طبعا انا هبدا بقى ان انا اخد الجلاش كده واعمله على شكل مروحه، وابدا ارص فوقه كده.
عايزه اقول لكم ان احنا ممكن نفردها طبقات عادي مفيش مشكله، بس عايزه اقول لكم الطريقه دي سهله برضو وبتدي شكل حلو جدا لقطعه الجلاش. وفي الاخر اضيف لها بقى بقيه السمنه، وابدا ان انا ادخلها كده ما بين المروحه اللي انا عملتها او الكشكشه. عشان كده بنسميها المكشكشه او المكرمشه زي ما تسموها بقى. ادخلها بقى الفرن وارجع لكم تاني. طبعا بحطها في الرف الوسطاني. طبعا ده الشربات بعد ما خلص خالص زي ما انتم شايفين لونه جميل ازاي. زي ما انتم شايفين كده هي طلعت. طبعا بضيفها في الرف الوسطاني، وبعد كده انزل بقى بالشربات. باخد كوبايه واحده من الشربات بس عشان خاطر ما يبقاش معسل او تبع ما احنا بنحبه. بس كده وخلصنا الفيديو. يا ريت لو وصلتوا هنا للفيديو تعملوا لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.